السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لحضراتكم تاني عشان نكمل الدرس اللي بدأناه بخصوص القطعة الأكثر ممتازة للتحكم في الشطرات وأبواب الجراشات بريموت RF 433 ميجا هرتز، أو من خلال الموبايل باستخدام الهب بتاع سنوف 433 ميجا هرتز أو الRF بريدج على برنامج ايوي لينك. زي ما احنا شايفين القطعة جاية بريموت أنيق جدا، والمدى بتاعه كويس، وكمان في بيز أو قاعدة عشان لو هنثبته في أي مكان. كمان القطعة بتاعتنا جاية ببراكتس قوية جدا ومحترمة، علشان لو هنثبت المديول بتاعنا على بارة أوميجا في لوحة أو في أي مكان على حسب إحنا مصممين المكان إزاي أو هنشتغل إزاي. هنشوف مع بعض إحنا إزاي بنعمل ربط بين الريموت والريسيفر أو القطعة. هنشوف ازاي بنعمل ربط بين الريموت والقطعة. لو جينا جربنا كده، طبعا مفيش اي استجابة من الريموت، لان انا مسحت كل الاكواد من على القطعة، وهوريكم نمسحها ازاي عشان نشوف مع بعض ازاي بنعمل بيرنج وازاي بنمسح. هنيجي على المفتاح البيرنج دوت، زر البيرنج، وندوس لمدة 5 ثواني. 1 2 3 4 5، وهنشيل ايدنا هنلاقي الزر او الاضاءة هتطفي. هنيجي على الريموت بتاعنا وندوس على اي زر، هنلاقي اللمبة هتعمل بلينك 3 مرات وتثبت. طيب كده خلصنا البيرنج. لو جينا احنا كده ندوس على الرفع، كده رفعنا، عملنا ستوب، نزلنا، وطبعا سامعين الكليك اللي بيحصل في الريسيفر او الموديول. طيب لو احنا عايزين من الرفع ننزل ومن التنزيل نرفع من غير ما ندوس على الستوب، هنسمع هنا 2 كليك. اول حاجة ان بيفتح النقطة المقفولة وبعدين بيقفل النقطة المفتوحة عشان عكس الحركة، فبيعمل حاجة اسمها انترلوك عشان ما يدخلش كهرباء مرتين في الاتنين دايركشن على الموتور فيتحرق او يزن. بص حضراتكم اسمعوا كده معانا، هيحصل 2 كليك هنا كده. مثلا بنرفع، سامعين ال2 كليك، بننزل، فعمل انترلوك وعكس الحركة. وده حاجة طبعا المفروض تبقى موجودة في أي حاجة خاصة بعكس حركة موتور. طيب هنشوف بقى حاجة اللي أنا شفتها بالصدفة، حاجة ممتازة جدا. عندنا هنا ريموت 4 خط. ده في الغالب بياخدوا الناس بتوع الكريتال أو الناس اللي شغالين في أبواب الجراشات. بيفضلوا الريموت ده عشان يتحط طبعا في جيب العميل أو يعمل منه أكثر من نسخة. ده بيبقى المفضل للشطرات، وده بيبقى مفضل لأبواب الجراشات، وممكن نضيف أكتر من 20 أو 30 ريموت على الريسيفر ده. هنشوف بنضيفه ازاي. هنعمل زي اللي عملناه المرة اللي فاتت، بس هنا هنعمل 2 ليرنينج. هندوس هنا كده 1 2 3 4 5، وهندوس على الايه ثبت. هنعمل كمان مرة 2 3 4 5، وهندوس على البي. طيب بص حضراتكم دلوقتي كده، احنا هنعمل رفع مثلا، هنعمل خفض زي ما قلنا، عاملين انترلوك. طيب المفتاح A هيبقى للرفع، المفتاح D هيبقى للخفض، المفتاح C هيبقى للستوب. الجديد بقى المفتاح B بيعمل لوك للمفاتيح اللي بتركب على اس 1 واس 2 او اي الريموتات التانية. بص حضراتكم، انا هعمل رفع، هعمل ستوب، هعمل تنزيل، هعمل ستوب، هعمل رفع، ففي كليكة واحدة بس زي ما احنا عارفين. طيب لو دوسنا على البي، خلاص بقى عملنا كده لوك للزراير دي. بص حضراتكم، نرفع، مفيش كليك، مفيش كليك. هنجرب الريموت التاني،
في الرفع مفيش استجابة. طيب احنا بنفك اللوك بتاعنا ازاي اللي احنا عملناه بالبي؟ بندوس على مفتاح الستوب سواء هنا او هنا. لو جينا مثلا هندوس هنا على مفتاح الستوب، فتحنا اللوك. هنعمل لوك من هنا، هنيجي ندوس برضو هنا مش بيشتغل، هنفك اللوك ندوس على مفتاح على زر السي اللي هو بتاع الستوب كده، فكينا اللوك. وبالحالة دي لو احنا مثلا انا هجرب حاجة تانية، لا مش هتنفع فعلا، دي حاجة كويسة جدا. لو احنا عملنا لوك هنا كده وعندنا عاملين للشطر زرارين فقط، رفع وخفض، لو احنا دوسنا كده مثلا مش هيشتغل كذا دوسة يعني، فكده كويس جدا. فاحنا ممكن نستخدم الخاصية دي اللي احنا نأمن الشطرات بتاعتنا واحنا خارجين من ضمن حاجات السكيورتي. هنداري الريموتات ونعمل لوك بالريموت زي ده. ولو احنا خرجنا ولا قدر الله لو دخل حد المكان وحب يخرج من الشبابيك او يخرج حاجة من هذا القبيل، مش هيعرف يفتح الشطرات. وبكده يبقى عملنا لوك. وكذلك بنحفظ الابواب بتاعتنا والشبابيك من عبث الاطفال، مش شرط يبقى فيه سرقة او حاجة من هذا القبيل. هنعرف ريموت تاني، طبعا الريموت ده مش شغال، هنعرف الريموت ده كمان. قلنا هندوس على الايه وهندخله كده تاني، وهندوس على البي. اذا عندنا اكثر من ريموت للتحكم. هنتحكم من هنا وهنتحكم من هنا. ايوه نتحكم من هنا. وهنتحكم من هنا. إذا عندنا أكثر من ريموت للتحكم. ممكن نعمل زي ما قلت لحضراتكم من 10 ل 20 ريموت، مفيش مشاكل خالص. هيتفضل لنا بس في الدرس دوت ازاي نشغل الحاجات دي سمارت. هوريكم ازاي. احنا بنفتح برنامج اي وي لينك ونعرف عليه البريدج دي. هنفتح برنامج اي وي لينك وهنعرف البريدج زي شغل سنوف العادي خالص. طبعا احنا بنعرف البريدج دي على برنامج اي لينك، ونخش نضيف على البريدج 4 بوش بوتون، وبنبدا نعمل ليرن للاربعه بوش بوتون. وطبعا بتعرف عليهم اليكسا، انا عرفت 3 عشان وقت الفيديو، وهعرف لكم الرابع وهتشوفوا اليكسا بتتعرف عليه. هندوس هنا عليه كده وهندوس اسمعوا اليكسا. طبعا اليكسا اتعرفت على الريموتات، وطبعا سمينا المفاتيح بتاعتنا او الريموتات بتاعتنا. نقدر نعمل فتح ونقدر نعمل ايقاف ونقدر نعمل غلق طبعا من اي مكان في العالم، ونقدر نعمل تقييد للعمل زي ما احنا متعودين. مش هيشتغل من اي حته اهوت. هنعمل فك الحظر ونقدر نشغله. اذا احنا حولنا النظام بتاعنا لسمارت، نقدر نتحكم من اي مكان في العالم ويقدر يدينا نوتيفيكيشن. يا رب تكونوا استفدتوا بالدرس ده وينال اعجابكم، ونشوفكم في درس تاني قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.